احلى تحيه على كل اللي بيشوفوني. معاكم حسن التوني، وريفيو النهارده عزيز على قلبي جدا عشان ريفيو برجر. وترند عربيات البرجر مكمل معانا النهارده في عربيه موجوده في شارع الشعبي، تحديدا منطقه الهرم، اسمها انكل برجر. العربيه دي مولعه الدنيا هناك لشاب اسمه امير، وما بقالهاش كام شهر ما شاء الله. فما تكسلش بقى عن اللايك ويعمل شير للفيديو عشان يوصل لكل الناس، ونساعد امير ان الناس كلها تعرف العربيه بتاعته. واوعى ما تكونش عامل فولو عشان هزعل فيها. وتعالوا بقى نشوف عربيه انكل برجر بتقولي. لما سالت صاحب العربيه ايه اجمل سندوتش عندك اكله والحجم بتاعه يكون عملاق، قال لي هو الجودزيلا. طب السندوتش ده بيكون عباره عن ايه؟ انا اول حاجه اول ما رحت هناك لقيته مولع الدنيا بالريحه بتاعه البرجر. بيكون البرجر عنده محشي جبنه ومشوي على الفحم يا جماعه، مش طبيعي المنظر. بيجيب الرغيف العيش كده بقى بعد ما بيسخنه على الفحم، ويحط الخس والطماطم، شويه بصل، وقطعه برجر محترمه، وصوصات بقى عليها من باربيكيو بيك تيستي وكاتشب وجبنه اديها ما ترحمهاش. وزود كمان قطعه برجر وغرقها صوصات من اللي قلبك يحبها. راح حاطط كمان قطعتين ستريبس فراخ وصوص رانش وجبنه فوقيهم، وبعدها نزل بواحده اونيون رينج وواحده موتزاريلا ستيك. حرفيا بقى الساندوتش ده ما ينفعش يكون اسمه الجودزيلا، ده اسمه ساندوتش الرقصه الاخيره قبل الانعاش. وبينزل مع اي ساندوتش عنده كميه محترمه من البطاطس. ما كنتش عارف اكل الساندوتش ازاي حقيقه، حجم عملاق ومش طبيعي. قلت ما بدهاش بقى يا عم حسن، خش جامد وما يهمكش. وقطمه في الثانيه في الثالثه الطعم فاجئني. وان طعم البرجر ده يطلع من عربيه لسه ما بقالهاش كام شهر، لا خطير يا جماعه حقيقي. البرجر عنده يستاهل لقب اللافندي اللي في حته تانية عندي. البرجر جوسي جدا وطعم اللحمه ممتاز، ريحه الفحم باينه فيها جدا. وعاوز اوريكم الساندوتش جوسي ازاي بشكل مش طبيعي، بجد اتبسطت بيه جدا. بس المره اللي جايه هطلبه الدبل برجر، بس مش هطلب معاه قطعتين الفراخ لانهم مش باينين قوي. البرجر مغطي على كل حاجه مع الصوصات بجد مش طبيعيين. بعدها قال لي بقى عندي شويه مقبلات كده لطيفه. قال لي اول حاجه اسمها انكل فاير. ده بيكون عباره عن ايه يا سيدي؟ بطاطس محمره عليها ستريبس هالوبينو وغرقانه في صوص الجبنه، سعرها 45 جنيه. طعمها كان حلو قوي ولطيفه، والبهارات اللي على البطاطس جامده جدا. والهالوبينو عنده يا جماعه مش طبيعي، وما بيني وما بينه عايز اعرف المكان اللي جاب منه الهالوبينو ده عشان استخدمه ليا. اما بقى اخر صنف جربته من عنده وهو اختراع العربيه دي، زلابيا حادقه، وهو كور معموله بخلطه معينه ومحشيه ميكس جبنه. بصوا شكل الجبنه بقى وهي سايحه كده، وطعم الزلابيا ده جامد قوي يا جماعه. بتبسط جدا في الحقيقه لما الاقي شباب بتحاول وبتسعى. ومن اجمل البرجر اللي اكلتها مؤخرا هي من انكل برجر، وبجد المكان ده يستاهل ان انتوا تروحوا تجربوا وتشجعوا امير. ما تنساش بقى لايك للفيديو وشير ليه. كده خلص الكلام في ريفيو النهارده، وما يحلى الختام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. ما تنساش تذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سلام.